عندنا مشكله مع ممدوح عباس وتابعه أفة اللي هو اللي اسمه هاني. احنا عندنا مشكلتنا معاه. قول اولا يا خالد ما ينفعش انك انت فاضل على الدوري ماتشين ثلاثه واللعيبه ليها مستحقات ليها مكافآت ومدرب ليه فلوس وعندك موظفين وداخل عيد وتعجز على مستحقات النادي اللي مالكش علاقه بيها. يعني لا هو حاجه غريبه قوي ان انت تكون مشجع وبتحب نادي الزمالك وتحجز قبل النهايه قبل حسم الدوري كانها النكايه في مرتضى منصور مش نكايه في الزمالك. يا استاذ خالد ده من الزملكاوي ملوش علاقه بالزمالك، ده خرب الزمالك ودمر الزمالك. انت جيت شفت النادي ده عامل ايه دلوقتي؟ واخد بالك؟ انت دلوقتي مش عايز اقول لك احسن فريق كره يد في مصر بفضل ربنا جاب السنه دي. احمد الاحمر والمجموعه بتاعته كلها اللي كان هربها الحمد لله جبناها. والطايره السنه اليد السله جبنا احسن لعيبه سله في مصر. واخد بالك السنه دي ان شاء الله عشان يبقى في بطولات سله وطايره ويد ان شاء الله زي القدم. وهو بيروح يعجز بص يعمل يروح ضارب عقد مع مصطفى كمال حلمي كان امين الصندوق بتاريخ قديم. هما الاثنين ما هم قاعدين مع بعض ما عملوش حاجه يروح مقدمه للمحكمه. انا ليا 5 مليون بتوع ايه؟ دول بتوع اجوجو ملعون ابو اللي جاب اجوجو. اجوجو ده 40 مليون دمرتنا بيه. خلي بالك انت زملكاوي. انا عامل مؤتمر صحفي يا خالد باذن الله يوم الثلاث امر الله تمام عشان الراي العام الزملكاوي يعرف الراجل ده اللي بيدمر النادي